كام واحد عايز يبقى صانع محتوى؟ يرفع ايده. حلو حلو. بص انت بتيجي في الاخر انت بس انا مبسوط ان انت رفعت ايدك. طيب حلو. الاسئله بقى اللي احنا مش بنسالها لنفسنا الاتيه. مثلا على سبيل المثال ايه اللي انت مستعد تخسره علشان تبقى صانع محتوى؟ من الناس اللي رفعت ايديها ممكن يقول لي انا مستعد اعمل ايه؟ مستعد تضحي بايه علشان تبقى صانع محتوى؟ هو الوقت والمجهود ده اللي حضرتك كنت بتسالي في حد هنا كان بيتكلم على الكونسستنسي. ما هي دي الوقت والمجهود ده. انت في اوقات هتبقى فيها تعبان، في اوقات انت مش مبسوط، بس انت مش هتطلع للناس وشك منكد قدامهم. يعني ده ايه اللي انت يعني ابتسم ابتسامه بسيطه. حتى كان في ناس بتتريق عليا تقول لي انت قاعد بتكلمنا بص وتقول لنا بصوا انتوا كلكم هتلبسوا خازوق بس انت تضحك. يعني انا مش مصدق. فبحاول يعني ايه ان برضه يعني نخفف الموضوع شويه على البني ادمين. فلا هو مش مجرد وقت ومجهود، هو فعلا وقت ومجهود، ودي اكتر، ده انفستمنت اكبر بكتير جدا من الفلوس. سبيشال انا بحاول اعمل محتوى. ما ينفعش اجهز فيديوهات لمده اسبوع اسبوعين، مع ان اي حد بيحاول يعني عايز يعمل محتوى عنده هدف معين عايز يوصله للناس بيجهز يعمل سكريبتات بتاعته ويعمل ستوك. انا ما اعرفش اعمل كده عشان المواضيع المواضيع ما تنفعش. بيقرا خبر النهارده في خبر حصل في الذهب طلع النهارده، الناس عايزه تعرف ابيع يعني ولا اعمل ايه ولا استنى ولا لا يا ابني استنى اصبر عشان هيحصل 1 2 3. مش لازم تعرف هو طلع ليه عشان هتبيع ولا نزل ليه عشان تشتري ولا هتعمل ايه. واحد تاني خطأ البنك الفيدرالي هيعمل كذا فالناس مستنيه، طب يعني هو ده كده كويس ولا فانا الكونتنت بتاعي ما ينفعش ان انا اجهزه لقدام قوي. ممكن ابقى عامل فيديو 2 كده ستوك بس ده مش ده العادي ومش ده بسبب طبيعه المحتوى. فلا ده وقت ومجهود حضرتك وبيجي عليا. وفي اوقات كتيره في وسط الشغل بضطر اسيب الشغل عشان كاتب سكريبت لازم الحقه قبل ما الدنيا تليل عشان اصور في العربيه. انا مش بصور في بالظبط. فده كده يعني ايه علشان برضو ما نتوهش. هنطلع فاصل نشوف ماشي مقتطفات. نشوف مقتطفات. فين ازازه الميه عشان ما هو معلش عشان المرحله بيسموها مرحله الاي اي ويسبر اللي بيحبس الاي اي، اللي هو من الاخر كده تعرف تكلمه ويرد عليك وتطلع كويري محترم. نعمل الكلام ده ازاي؟ الموقع اللي بيتعلم الكلام ده بفلوس كتير. لقيتك موقع مجاني اوبن سورس فتوقع ان بيغيروا الكونتنت بتاعه كل فتره، ولكن الموقع ده قوي جدا. 8 مراحل. اول مرحله بتصفي الشواحن اول مرحله تاخدك كده من ايديك تقول لك يعني ايه واحده واحده اي. تاني مرحله وهكذا لحد اخر مرحله. اخر مرحله هتخلصها انت كده راجل معلم وبتعرف تعمل كويريز مظبوطه جدا على الاي اي. هنا ده ترند حصل، دي بدايه الاي اي. اول ما ابتدت تطلع الاي اي فانا دخلت اشوف ايه الموضوع ده بيشتغل ازاي الاي اي ده يعني ولا ايه وايه الفرق بينه. انا في الاول كنت شايف ان يعني ما هو زي جوجل يعني تكتب له حاجات. بعدين طبعا طلعت ان انا مش فاهم حاجه. فزي ما انتم شايفين الفيديو فيه بتكلم فيه ان انا زيكم وانا مش فاهم، بس انا لقيت حاجه ممكن افهم منها. فتعالوا نجرب كلنا مع بعض ازاي نقدر نتعلم حاجه زي دي. عملت بعد كده كذا فيديو بعديهم التريكس بقى والحاجات اللي انا اتعلمتها من الكورس المجاني المفتوح ده. وفي فعلا ناس كتيره ابتدت تسالني على الكورس واديني اللينك خدوا اللينك، ولقيته حاجه كده دورت عليها يعني ويعني ربنا وفقنا ولقيناها. فده برضو حاجه من الحاجات اللي هو انا عايز افيد الناس لان انا لقيت حاجه انا بتعلمها فتعلموا معايا عشان ما فيش وقت. لازم نلحق الموجه دي في اولها علشان كمان سنه النهارده يعني كل الناس بتستخدم الاي اي عادي. بس هتلاقي في ناس بتدخل تقول له اكتب لي خطه للانستجرام لمده شهر بتكلم فيها عن ازاي تعمل كيكه اسفنجيه وخلاص على كده. ده هيجيب لك اضعف حاجه موجوده، ولو انت قعدت مع نفسك كده في البيت هتعمل كونتنت احسن من ده 100 مره. بس في برومبت لازم يتكتب، في طريقه لازم تتعلم، لو عملتها بشكل صح هيطلع معاك داتا كويسه. فابتدت الناس تجرب وتبعت لي تجاربها ويقولوا لي هم شايفين عاملين ازاي. كل ده انعكس في الانجيجمنت بقى، بدل ما اقول له في الانبوكس فيقوم قايل لي مش عارف ايه. لا، ما اعمل حاجه حقيقيه، عندك اكسبيرينس معينه انقلها للناس، علم الناس اللي انت عارف. كل واحد فيكم عنده حاجه مش موجوده عند الباقيين. انا وانا قاعد هنا ممكن اتعلم من كل واحد فيكم حاجه عمري ما كنت سمعت عنها قبل كده. انقلوا الحاجات دي للناس بكل بساطه، بكل بساطه. خبرات حياتيه انتوا شفتوها، حاجات انتوا اتعلمتوها،
وطبعا لينكد ان بالنسبه لنا كان منجم من اول ما ابتدينا ان احنا اتعرفنا على كل الاكسبرتس في مجالات مختلفه. مش كتير اللي قدروا ان هم يعكسوا المحتوى الكتابي بتاع لينكد ان ده ويعملوا فيديوهات. فربنا كرمني ان انا كنت واحد من المحظوظين اللي قدرت اعمل الموضوع ده. فابتديت اقول للناس يا جماعه اعملوا ده. الانستجرام وتيك توك عليهم كميه حاجات، انا اسف يعني حرام ان احنا نضيع فيها وقتنا بجد. انتوا عندكم حاجات تقدروا تفيدوا الناس بيها، سبيشالي بقى ان اللي بيحاول، في ناس كتير هتلاقيهم برضو بيعملوا الكونتنت اللي هو من النوع اللي هو ايه، اعمل ال7 خطوات دي علشان تعمل مش عارف ايه، خد معظم الناس اللي بتدي دي كلها فيك انفو. مواقع علشان تدخل تعمل لنفسك بيرسوناليزيشن، اكتواليزيشن، مش عارف مين في الاي اي، كلها بتلاقيه في الاخر عامل اعلان لموقع مدفوع. هو انت دلوقتي بتتكلم على لينكد ان انت كنت اكتف عليه، وبالتالي الدنيا بدات الكونتنت اللي على لينكد ان بدات تعمله بشكل فيديوهات، مظبوط؟ جزء منه عملته فيديوهات وبعد كده انطلقت بقى في حته ثانيه. في بقى مشكله بتقابل ناس كتير اظن يعني بتوقفنا في حته الكونتنت، واي حد يعني بعد ما لقى الفكره مشكلته في كتابه الكونتنت. تقدر تسبورت معانا وجهه نظرك فيه؟ يعني زي الكونتنت اصلا انا ما اعرفش او ما بعرفش ايه اللي بيتقال، عندي الفكره بس مثلا زي ما احنا قاعدين مع بعض اسالني ارد عليك، لكن ان انا اكتب كونتنت تشد الناس فروم اي تو زي حتى لو كتابه في اي تريكس او تيبس حتى. طب خلينا ناخدهم حته حته بقى. خلينا نتكلم تكنيكال شويه بقى، ده اللي احنا برضو التكنيكال اللي انا اتعلمته، كل بلاتفورم على حده. مبدئيا الكونتنت علشان تكتبه من وجهه نظري التجربه اللي نفعت معايا، اكتبه كان انا وانت بنتكلم مع بعض بس كده، بلهجه مصريه كانك بتتكلم مع بعض، واكتب كلمه وكانك بترد على نفسك. الطريقه دي الطف بكتير جدا واسهل جدا. ونظام الجرايد ده الناس زهقت منه خلاص، اللي هو بقى الكلام المقعر المكعب اللطيف ده. انت اكتب كونتنت، اكتب محتوى انت قاعد بتتكلم مع نفسك، بتتكلم فيه، بتقول هتعمل ايه. فدي اهم حاجه. تمام. فلو انت بتكتب على كونتنت على لينكد ان، التبس والتريكس اللي انا اتعلمتها، مبدئيا حط صوره كويسه تقدر تشد الانتباه، دي اول حاجه. تاني حاجه اكتب محتوى كانك قاعد بتتكلم بلهجه قريبه من الناس. تالت حاجه اعمل لنفسك بيرسونال براندنج. انا طلعت في دماغي كده حكاوي في البيزنس، فقمت عامل الهاشتاج حكاوي في البيزنس، فده بقى هو ده البراند بتاعي، فضلت مكمل فيه. ده لينكد ان. هنتكلم على انستجرام. هنا بقى لازم تبقى فاهم ان انت بتتكلم على فيديو مدته دقيقه ونص ماكسيمم. في الدقيقه ونص دول انت محتاج ان انت تعمل انترو وتحط الكونتنت وتقفل كله في ال90 ثانيه دول. ولازم تبقى فاهم ان انت وانت بتعمل الفيديوهات بتاعت انستجرام انت بتكلم مين. موست بروبلي وانت انستجرام انت بتكلم من 30 ل 45 عمرا. تمام. فيسبوك هتلاقي الناس اكبر من كده، وكده كده ما انصحكمش قوي لو ما اشتغلتش على فيسبوك ما تضيعش فيه وقت. لو عندك اوريدي اسيت هناك وفي عندك عدد من الفولورز تمام كمل، لو ما عندكش ما تضيعش فيه وقت لان هو اوريدي خلاص بيخلص، غيره جاي. طيب ده كده انستجرام وده كده ولينكدين وفيسبوك. تمام. فاضل لنا تيك توك، ده الجين زي بقى، ده موضوع تالت خالص، قصه ثانيه. هنا انت بتتكلم من اول بقى حضرتك 3 4 سنين ماما جايبه له موبايل وسايبه له عشان ما يقعدش يزن ويوجع دماغه، للاسف لحد ال 55 و60. بس الاكتر اللي ممكن يهتم بمحتوى عايز يعرف ويسمع هتلاقيهم تقريبا في حدود من 12 13 لحد ما انت طالع بقى لحد الثلاثينات والاربعينات. فانت هنا برضو بتكلم نوع تاني من الناس. بص هنا مفيش صح وغلط. حلو. عشان بس نكون متفقين. في واحد يقول لك انا عايز انزل اعمل محتوى قوي بس لازم اتاكد الاول انا ايه اشطر حاجه فيها، فلما اجي انزل المحتوى ده للناس فالناس تفهمه فالدنيا تبقى تمام. وفي حد تاني يقول لك لا انا هنزل اجرب اي حاجه، اخبط اي حاجه، ما هو كده كده اصلا الفيديوهات اللي فاتوا هيبقى عليها 20 30 فيو 50 فيو، كده كده مش فارقه كتير، اديني بتعلم. ده صح وده صح، يعني ما فيهاش صح وغلط. انا عايز اقول لك حاجه بقى، ان السوشيال ميديا والكونتنت كريشن والكلام ده كله ما فيهوش صح وغلط. وهتلاقي حد بيقول لك القواعد ال5، ولا في اي قواعد ولا في اي حماده بالجنزبيل. الموضوع مش كده خالص. يعني هي ما بتتقاسش بالشكل ده. اكيد في لوز وفي روز ولازم حاجات معينه تعملها علشان تسهلك، وهنتكلم في الحاجات دي، وعلى كل بلاتفورم بيفرق عن التاني. بس هي ما بتتحسبش قوي كده برضه، يعني مش بالورقه والقلم. وفي حاجات هتعملها تحس ان انت المفروض ده يعني تنزل تفرتك الدنيا ولا الهوا، وفيديو تكون انت عامله كده عادي جدا تلاقيه عدى ال1,000,000 فيو وانت مش فاهم هو اصلا عدى ال1,000,000 فيو ليه.
فهي في حاجات كده يعني بتحصل، لكن ايه الصح والغلط في السوشيال ميديا مش بتتحسب بالشكل ده. طيب سؤال بقى البعبع بتاعنا اللي هو التكلفه. تكلفه في صناعه المحتوى، هل ممكن ابدا بصفر من اي حاجه، ولا في تكلفه صغيره لازم ابدا بيها، لازم في استثمار معين لازم ابدا بيه؟ ماشي. انا بقالي سنتين بقدم محتوى من ساعه ما اتعرفنا على بعض، ما صرفتش مليم واحد على المحتوى اللي انا بعمله، لاود اند كلير، ورافض ان انا اصرف. يعني انا مش عايز اصرف فلوس عليه. ليه؟ ده سؤال مهم. شفت صدى الصوت؟ ليه؟ ايوه انا بخسر فلوس، انا كنت عايز اصور. مش باين طلع ايه. ايوه بالظبط. ليه؟ طيب انا اقول لك ليه. لان انا كنت داخل الموضوع كنت عندي حاجه عايز اقدمها، وبفكر اللي هو الحاجه اللي انا عايز اقدمها دي اهم حاجه فيها هي الحاجه نفسها. فالمقوله اللي بتقول content is the king، او اللي هو المحتوى هو ده اهم حاجه في الموضوع، هي دي الحقيقه. فانا كنت عايز اشوف هل دي حقيقه ولا لا. فلما ابتديت اشتغل بالشكل ده لقيت ان المحتوى نفسه اللي انا بقدمه من غير اي تكلفه، هو مجرد انا قاعد في عربيتي راشق الموبايل قدامي وبتكلم، وبعد كده بعد ما بخلص كلام بقوم مدخل الفيديو اللي انا صورته ده على كاب كات ولا على اي حاجه، اعمل نويز ريدكشن، اقعد اقصقص واحط الريفرنسز بتاعتي كده سكرين شوتس وبنزلها. ده الستايل اللي انا شغال بيه. بس اتعرض عليا كتير، لما تيجي نصور بقى في استوديو، طب ما تيجي نعمل، طب ما تيجي نخلي، طب هنعمل لك حاجات كده. انا مش ما حبيتش ان انا اعمل الموضوع بالشكل ده. وكان في شراكه مع شركه معينه برضو كانت اقترحت انها تيجي تشتغل معاها حاجه، كانت شركه يعني محترمه وتقيله يعني. بس غالبا الدنيا ما مشيتش قوي، لان برضو الموضوع كان بيرجع للمحتوى نفسه. انا واحد بحاول اقدم محتوى بيحمل وجهه نظري اللي ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، بس من اللي انا قريته، من اللي انا فهمته، من اللي انا ذاكرته، انا عندي وجهه نظر معينه انا عايز انقلها للناس. وهو ده الكور بتاع الكونتنت بتاعي، هو ده الكور بتاع حكاوي في البيزنس. ابتدينا في الاول كنا بنتكلم على البيزنسز نفسها، استراتيجيات الماركتنج، استراتيجيات البيزنس نفسه، ازاي ده بيزد اون الاكسبيرينس بتاعتي اللي بقى لي سنين في الخليج، وجيت اشتغلت كوربريت مالتي ناشونال كتيره طول حياتي تقريبا، فمعايا شويه نولج فعايز اوصلها للناس. بس وهو ده كان على فكره اساس الموضوع كله، ان انا عايز اوصل النولج دي للناس. عشان كده قلت لك نجحت او خسرت مش فارقه كتير، لانها ما كانتش بالنسبه لي هي دي المهمه. المهم ان انا عندي شويه كده معلومات عايز اقدمها للناس. فلو تفتكر اول ما ابتدينا خالص كنت اقعد امشي كده في الهايبر واقعد اصور نفسي. بتكلم في ايه؟ بتكلم في البرايسنج استراتيجي، استراتيجيات التسعير، ازاي تسعر المنتج بتاعك. لو ان انت مثلا داخل على موسم تنزل السعر ولا تعليه، لو انت داخل سوق جديد تشوف الكومبيتيتور بتاعك، المنافس بتاعك سعره عالي ولا واطي، تنزل تحتيه ولا تعلي فوقيه. دي حاجه ودي حاجه. طب انا لو طالع من الموسم بالفعل وما لحقتش اعمل تخفيضات بتاعه الموسم، سواء بقى رمضان، اعياد، اي حاجه، اعمل ايه برضو؟ انزل بقى اعمل اوفر بعد ما الناس اشترت. الحاجات دي انا لما جيت نزلت من الخليج ولقيت ان في مشاكل كتيره بتواجهنا في الحته دي. واكبر كانت مشكله مضايقاني لما كنت بفتح السوشيال ميديا، لما تيجي تسال على سعر اي حاجه يقول لك في الانبوكس. ليه في الانبوكس يا حبيبي؟ انت مكسوف؟ ليه ما تحط السعر بتاع المنتج بتاعك؟ هو انتوا ليه عاملين كده؟ فلما ابتديت اسال الناس يقول لك لا انا بعمل كده علشان الكومبيتيتور بتاعي ما يعرفش. طب هو لا، ما هو التفاعل الانبوكس مش هجيب لك تفاعل. لا التفاعل على البوست اللي حصل، ما هو بالمره مره ورا الثانيه ورا الثالثه الناس خلاص هتبتدي تزهق منك. والناس يقول لك اما كومبيتيتور ما هيدخل لك على الانبوكس يقول لك بكام ايه. فيعني انت غاوي هيدك، يعني عايز تعين مودريتور يفضل قاعد يرد على مسجات ومحدش يرد عليك. فدي كانت يعني انا شايف ان دي غلطه. ليه بتعملوا كده؟ ففي مشكله في البرايسنج عندنا للاسف. وطبعا بقى مع الصعود ونزول العمله بقت المشكله قاعده بتكبر واحده ورا الثانيه، فبقت في لخبطه في كل حاجه. فاحنا ابتدينا الموضوع ده بالشكل ده، وكان في شويه تفاعل مع الناس بسيط، وفي ناس ابتدت تعجبها الفكره، والناس ابتدت تسال طب اسعر حاجه ازاي، طب انا عندي المنتج الفلاني فيك بس اللي هو في ليميت الايه، ال1000 فيو 2000 فيو حاجه كده. وبعدين حصل بقى التعويم. خد بالك انا لسه ماشي بنفس الكونسبت، انا عندي معلومه عايز اوصلها للناس، عندي حاجه عايز اوصلها للناس، بس هو ده الهدف. وده حضرتك كنت لسه بتقول الواي. هو كلنا للاسف معظم الاجابات اللي انا سمعتها النهارده كانت فوكسد عليكم انتوا. يعني حضرتك لسه كنت بتقولي انا عايز اشوف بقى ايه المحتوى اللي انا هكتبه. ماشي، بس انا وفي ناس كتيره بتعمل كده، في ناس كتيره بتستخدم الترند، وفي ناس كتيره بتعمل، يعني بنشوف حاجات كتيره طبعا على السوشيال ميديا.
لو انا عايز اعمل حاجه هادفه وحاجه محترمه لازم تبقوا عارفين كده مبدئيا انتوا داخلين معركه، انتوا اوريدي خسرانين شوطين ثلاثه. يعني خسران شوطين ثلاثه في 2 3 راوند، انت داخل خسران. ما دام هعمل حاجه محترمه انت داخل خسران. ليه؟ فاكر لما اتكلمنا على كتاب عهد التفاهه او عصر التفاهه؟ عصر. هو السوشيال ميديا معموله علشان تبقى تافهه اصلا، فده الاساس في الفكره. فانا عايز ادخل بقى ادخل واقول حاجه محترمه. هو اصلا الالجوريثم اساسا كده كده بتلعب ضدك، فانت بسم الله الرحمن الرحيم دي اول حاجه. تاني حاجه معظم اللي داخل اصلا على السوشيال ميديا الا من رحم ربي داخل يضيع شويه وقت، مش داخل يتعلم حاجه. الا طبعا لو داخل يوتيوب، لان يوتيوب له حاله ثانيه وهنتكلم عليها طبعا مع استاذه سماء اللي ساعدتني ان انا اعمل اصلا قناه اليوتيوب. ما كنتش فاهم الموضوع ده بيتعمل ازاي. لكن معظم البلاتفورمز الثانيه لا، موضوع مش بالشكل ده، فانت داخل خسران اوريدي. فانت ازاي تعمل محتوى تشد بيه الناس ان انت تفيدهم بالمعلومه اللي عندك، اللي هو انت بتشده علشان تديله المعلومه. ازاي بقى تعمل الموضوع ده؟ دي مش سهله، بس الاساس بتاعها اللي انا اتعلمته. انا زي ما قلت لكم مفيش صح وغلط، بس اللي انا اتعلمته من تجربتي يعني مش هقول انها اعظم حاجه خالص، بالعكس تجربه بسيطه فيها صح وفيها غلط، فيها طلعات وفيها نزلات. عملت كل الحاجات اللي ممكن اعملها، جربت كل التجارب اللي انا عرفت اعملها. اللي اقدر اقول لكم انه في الاخر لما انت هتبقى سنسير، انت عايز توصل حاجه فعلا وحاسس ان اللي قدامك ممكن يكون محتاجها وبتجتهد فيها، اللي قدامك بيحس بالاحساس ده. تقول لي بقى علم طاقه بقى، تقول لي ما اعرفش انا في الكلام ده، بس انا عارف ان انت لما بتبقى عامل حاجه زي كده عايز توصل للناس المعلومه، بتوصل لهم يقولوا لك البدايه بتاعت ابص في الكاميرا، البدايه بتاعت اي فيديو بتعملها بتشد الناس، ده بنسميه في الماركتنج الهوك. صحيح. بالنسبه بقى للهوك قول لنا كده، غششنا نعمل ايه؟ طيب انت قدامك ويندو 3 ثواني في اي فيديو بتعمله، ليترلي 3 ثواني، تعد 1 2 الثالثه يا الفيديو هتكمل يا هتلاقي نفسك عملت سوايب اب وشفت الفيديو الثاني، شفت اللي بعده. وراقبوا نفسكم وانتوا فاتحين تيك توك او انستجرام او اي حاجه زي كده، تلاقي نفسك كده. اللهم الا طبعا لو شفت فيديو ما عجبكش على طول بتعمل سوايب اب في وقتها، بس انت بتدي فرصه للي قدامك 3 ثواني. فانت مطلوب منك انك تقول جمله بطريقه معينه تخلي اللي قدامك يكمل ال3 ثواني دول. طب ليه سبيسيفيكلي 3 ثواني؟ معظم الالجوريثمز بيقروا اول 3 ثواني فيو، ما دام اتحسبت لك فيو يبقى كده الفيديو ده الناس تمام مبسوطه منه، فهعرضه اللي بعديه. طب لو عمل سوايب اب قبل ال3 ثواني، ده بيحسبه ان هو ادالك فرصه، وانت شخص الفيديو بتاعك ده ما كانش لطيف بالنسبه للناس، فهيبتدي يقلل الريتش بتاعه. دي بتبقى الطلعه الاولانيه، لان هو اول ساعه بنسميها جولدن اور، اللي هو اول ساعه انت بتعمل فيها كله شغال. طبعا يوتيوب مش 3 ثواني، يتهيألي الموضوع هيبقى اطول شويه. 30 سكندز. بقول لكم يوتيوب ده حاجه ثانيه مالهاش علاقه بكل اللي احنا بنعمله ده. لا شورتس حاجه ثانيه، بس مش جمله بس يا مستر خالد اعتقد. انا ممكن اشيل لك 3 ثواني بس من غير كلام. ما هنا بقى يجي بقى ايه؟ الصوره يجي بص الصوره. ماشي. بص هنا برضو هيجي نفس القصه بتاعه المحتوى اللي انا بديهولك. ما انا عادي ممكن اجي اعمل لك تلاقيني جاي متشقلب لك ونازل من فوق ونازل من تحت، واشتهرت قريب جدا اللي هي الهوك فيديوز، اللي هو الفيديو كده تلاقي واحد يقوم واقع وتلاقي تاني متشقلب وجاي قاعد كده. حلو قوي، ده ترند. ده مش واحد بيعمل محتوى هيكمل معاه لمده سنه سنتين. دي وجهه نظري، ممكن اكون غلطان بس ده اللي انا شايفه. ان انت تعمل حاجه تشد الناس علشان تيجي تتفرج عليا، انا بقول للناس انا بعمل حاجه، بعمل ترند، بعمل تعالوا اتفرجوا عشان نضحك مع بعض او نهزر مع بعض. ده مش اللي انا بعمله، وما اظنش ان ده اللي معظم اللي عايز يعمل محتوى في اللي احنا قاعدين في الجرين سيركل اللي احنا قاعدين فيها دي هو ده الاهتمام بتاعه، ولا ما كانش جاي قاعد القعده دي، لان الحاجات دي سهله قوي وبتفرقع وبتضرب وزي الفل. لكن لما تيجي تعمل فيديو بتاعك طوله 90 ثانيه وتقوم جاي كاتب جمله، الجمله دي هي اللي هتخلي واحد يكمل معاك ال3 ثواني اللي قدام، هي دي اللعبه كلها. لكن اي حاجه ثانيه تعمل صوره تتشقلب تعمل ده سهل جدا، ده سهل جدا، بس انت هنا مش ده المحتوى الهدف اللي انت بتحاول تعمله. لا بس انا عملت ده الشقلبه ده بتكنيك من البرنامج.
صح؟ يعني ايه من اللي البرنامج؟ انت قلت اللي هو بتشقلب ده حركه يعني. في ناس ايوه في حاجات لا كده. هو بقى يقصد حاجه ثانيه. لا هم قريبين لبعض. معلش انا اسف بالمقاطعه. هم قريبين لبعض وكان المقصود ان في ترند زي ما خالد بيتكلم، فيديو بيبقى عامل حاجه معينه مثلا بيتشقلب الفيديو نفسه يقوم مكمله يكمل بايده بقيه الشقه بايده مثلا كأن انت بتكمل بقيه الفيديو. ده ترند. انا عملته في اخر الفيديوهات، وده يمكن من الحاجات اللي ساعدت جدا فيديوهاتي في الاول انها تطلع. ان انا كنت بعمل الهوك الاولاني اللي هو الكلام، وبعمل لازمه اللي انت بتقول عليها دي، بس دي كانت بتبقى في اخر الفيديو اللي هو اقعد اتكلم مش عارف ايه وبتاع، وفي اخر الفيديو ايه هابي تضخم، هابي مش عارف ذهب. فالناس بقت تستنى، دي لازمه لفظيه. فالناس ابتدت تستنى. ما انا ممكن تبقى لابسه او صوره او وات ايفر، انا معاك، انا فاهم قصدك، بس اللازمه دي انا لما كنت بستخدمها في الاخر كان في ناس بتكمل الفيديو للاخر عشان تعرف انا هقول هابي ايه. بس الدكتوره اللي هي شخصيه مش مصريه كنت بصورها امبارح لما كنت سمر، كوتش سمر، تقفل الفيديوز بتاعها، قلت لها سهله كلمه نقفل بيها، هي مش مصريه فبتقول سهله بلغه مش بلهجتها مكسره كده، سهله. قلت لها بس انا عايز دي نقفل بدي، لكن غير الهوك اللي انا داخل بيه عشان يقعدوا. تمام. بس لازم تاخد بالك برضو ان اللازمه زي ما هي بتساعد هي ممكن تقتلك بسرعه. يو هاف تو بوت انت كونسيدريشن ان الحاجات دي ما تكملش معايا. يعني انا مثلا لغيت في الاخر القصه اللي انا عملتها، انا خدت البوست بتاعي في الاول وخلاص على كده. ممكن تتفهم غلط، ممكن الناس تزهق منها، لما انتم الحاجه قاعده بتتكرر طول الوقت الناس هتزهق منها. خلاص بقى هتبتدي الناس تتريق عليها، فخلاص فانت المهم ان انت لما تعمل حاجه تعرف تعملها لفتره قد ايه، وبعد كده يعني زي ما كان في حد هنا كان انت اللي كنت بتقول كيل يور دارلينج، صح؟ كيل يور دارلينج، لازم كيل يور دارلينج او كيل يور بيبي. يعني انت اللي عامل الاختراع ده وانت عامل الحاجه دي علشان ابتدت تفيدك، بس بمجرد ما انها هتبتدي تنتقص من الكونتنت بتاعك او خلاص وقفها. البلد كده لو سخفت حاسين انها خلاص بس كده بالظبط كده. كان في مجموعه فيديوهات مشهوره جدا لبراند بتاع خلاطات. البراند ده كان بيعمل فيديوهات بس كلنا كنا بنشوفها. ليه بقى؟ لان هو بيعمل ميكس، بيعمل العاده اللي انت بتقول عليها، يبقى هو في لازمه بس في نفس الوقت بيجدد جوه اللازمه. كان بيعمل ايه؟ كان بيجيب الخلاط، هو عايز يثبت ان ده احسن خلاط في العالم. فكان يعمل ايه؟ فيعمل ايه؟ فيجيب موبايل يحطه في الخلاط، يقعد يجيب واحد تاني ما بيتكسرش، تمام، وهكذا يفضل كده. ان الخلاط يعني يجيب خلاطين، يجيب الموبايل يحطه في خلاط المنافس ما بيتكسرش، يجي يحط عنده. لان الطريقه اللي حضرتك قلتها بيها دي كانت ممتازه جدا جدا من 7-8 شهور. النهارده في كام واحد عمل نفس الموضوع؟ خلاص هو واحد عملها بشكل او مجموعه عملتها بشكل. ما هي بص اقول لك حاجه، دلوقتي اي حد بيعمل اي حاجه ناجحه بتضرب، بتبقى ترند، فكله يعملها زي بعضه فما بقتش ترند. فانا لما بسمع حد بيقول الكلام ده هقوم سوايب اب ومكبر دماغي ومش هشوف الفيديو. فانت لازم كل مره توصل المعلومه دي، تشوف الناس ابتدت تزهق من ايه. وده للاسف ده الوضع اللي احنا فيه. يعني هو السوشيال ميديا قتلتنا وخصوصا تيك توك قتلنا، لان بقى الريبيتيشن فظيعه وكله بيقلد بعضه وكله بيتكلم بنفس الطريقه وكله اي حد بيشوف حاجه ناجحه. الاكبر مثال، تعال اقول لك 3 طرق تعمل بيهم مليون جنيه في 3 ايام، دي كانت اشهر حاجه. حتى الفيديو اللي انا كنت بوريه لكم شويه، تعال اقول لك مش عارف ايه تكسب مش عارف مواقع تفتح. انا كنت بتريق على الاسلوب اللي الناس بتتكلم بيه. ما هو انتوا كلكم قاعدين بتقولوا لي يلا بينا نكسب 30 مليون جنيه من مواقع الاي اي. هو حضرتك لو كسبان 30 مليون جنيه هتيجي تعمل لي فيديو؟ يا جدعان في عبثيه كمان يا مستر خالد، ان انا بشوف فيديو سبونسر ممول، الفيديو بيقول فيه تعالى اقول لك ازاي توصل ل 200 مليون مشاهده اورجانيك. انت كنت وصلت انت اورجانيك، هي نفس الكلام. فهي النهارده كل ما بتعمل حاجه شوف الناس، لو نجحت وربنا وفقك فيها شوف الناس بقى هتلاقي كلهم قاعدين بيقلدوك، غير واعمل اللي بعده على طول. هناخد قول لي صوره جماعيه دلوقتي عندنا انا اصلا انت بقالك سنتين شغال على الموضوع ده، واللي سمعت دلوقتي حاجه طلعت هي الكتابه. امتى بدات تظهر انت كده عملت الكونتنت علشان عندك هدف اللي هو انا عندي حاجه عايز اقولها للناس؟ صحيح. خلينا نكون صراحه وفي حته ان انا عايز اعمل حاجه تكون بروفيتابل بره، حاجه تجيب لي فلوس.
فامتى بدات تظهر بشائر موضوع ان جالي حاجه ليها فلوس؟ في ناس بتكلمني بتقول لي عايزك تعمل لي اعلان، وبعمل اعلانات ساعات يعني بس انا لازم اعرف مين هو والبيزنس بتاعه ده، هل هو فعلا بيزنس كويس ولا لا، وهيفيد الناس ولا لا. لو لقيت ان ده بيزنس ماشي مع الكونتنت بتاعي وفعلا بيقدم حاجه حقيقيه وحاجه كويسه وعايز يعلن، بعلن له طبعا عادي، ايه المشكله؟ يعني الاعلانات بنكسب. هو السؤال احنا هنلحق امتى يوصل تاني؟ ما هو لو مش هيدفع بس على كده مش بس دي لا. سؤال استاذ محمد امتى حسيت ان بدات امتى بعد وقت قد ايه انت يعني؟ ابتديت تندع؟ بعد وقت بعد قد ايه؟ سنتين. انا ما فيش، انا اول اعلانات لسه عاملها من كام شهر. اهو الصبر يا بتاع الصبر. طب ممكن استاذنكم بس المداخله؟ والله خلاص ما هو خلاص احنا هنصور صوره جماعيه. عايزين ما نخلطش المفاهيم، ان الصبر غير الاستمراريه. الصبر ان انا اعمل حاجه واستنى مردودها، فصابر لحد ما يجي مردودها. الاستمراريه لا انت بتصبر على الاستمراريه. بالظبط، نصبر على الاستمراريه. اصبر على الاستمراريه. تاني حاجه، في فرق بين المحتوى اللي مستر خالد اختاره، وهو محتوى مجاني اصلا، ان هو بيدي الناس معلومات فور فري، هو مش مستني منه انكم، مش مستني منه تحقيق ربح. عشان كده الراجل بيشتغل وبيقدم فيديوهات، غير لما يجي حد مثلا يجي لي عميل يقول لي عايزين نشتغل شهرين عشان اكسب 100,000 جنيه الشهر الثالث، فلازم هدفعك 80,000 عشان اكسبك ال 100. فهنا المحتوى اللي بيصنع مجاني محتوى مش مستنيين منه مقابل، او يجي براحته، صح كده؟ بالظبط كده. جا ما جاش، انا اصلا مش مستني منه حاجه. بالظبط، غير اللي جاي مثلا من الاول بقى كوتش او انستراكتور عايز اعمل كورس اكسب منه فلوس، تعالى نشتغل. لا انت كده هتعمل بقى، تشتغل وتعمل ميديا باينج، وده قصه ثانيه، ده حاجه ثانيه، ده بيزنس. ده مهم عشان وده مش غلط، ده بيزنس. ما هو السوشيال ميديا فيها بيزنس بتتعمل يا جماعه. الناس بتعمل بيزنس. واحد بيدي كورس هيوصله للناس ازاي؟ زمان كنت تيجي تفتح الاعلانات المبوبه في الجورنال، او تروح تعمل بص على القناه الثانيه بعد قبل الفيلم، صح؟ النهارده لا، النهارده الاعلانات موجوده في كل حته وبالدايركت بالظبط الشخص اللي عايز يعمل البيزنس ده. فخلاص، فانا بعمل بيزنس وبعمل اعلان للبيزنس، ده حاجه، ده موضوع تاني. عشان كده هتلاقي في الاكونت نفسها بتاعت السوشيال ميديا واحد يقول لك ان ده فور بروفيشنالز، او واحد فور بزنس، ولا انت ديجيتال كريتور بس، ولا انت بتعمل ايه؟ في حاجات مختلفه. هو دي دنيا وانت بتختار منها اللي انت اللي يناسبك. بعد ما تستلم الفيديوهات دي حضرتك هتعمل بفلوس المحتوى بتاعك بعد كده. يا عم سكت الواد ده يا عم. كده قاعده في سليم فبشرب حاجه، فاقوم رافعه كده واقوم مغنيه اغنيه فاقوم حاطاها. الميكس ده في صالحي، يعني ساعات حد يخش يقول لي لا ايه ده، يا يبقى كله بروفيشنال يا يبقى كله هلس. انا استخدام لفظ هلس. طيب بصي، الكلام ده لطيف. الكلام ده هتبان فين؟ اصلا الفيسبوك بقى رسمي قوي عندي. حلو. ما هو تاني انت هنرجع تاني للهدف الاساسي. هو انت اصلا عامله البلاتفورم ده ليه؟ انت عايزه توصلي بيه ايه؟ صراحه كان عشان الاتش ار الاول. لو ان انت عاملاه بيرسونال بلوج، اعملي انت عايزه تعمليه. تمام؟ يعني كان كده وكده. انا اقصد الميكس ده يخلي الناس تبقى متلخبطه من هبه، لا مش اكيد طبعا. اكيد طبعا. الميكس ده ينفع فين بقى؟ انستجرام مثلا. انستجرام. لان انستجرام عباره عن بيرسونال بلوج كبير ماشيه بيه. فانا بعمل الستوريز، بحط فيها واهزر واضحك واعمل كل اللي انا عايز اعمله على الستوري عادي جدا، والناس بتتقبل ده. واللي مش عايز الكلام ده مش هيبص على الستوريز. تيك توك عامله ستوريز بس فاشل، والريتش بتاعه ضعيف والناس مش مركزه فيه قوي. فاحسن الحاجات اللي زي دي تعمليها على الستوريز بتاعتك. انا بتابع هبه عشان عايز اعرف بعض المعلومات عن الاتش ار، عايز اعرف اكتر عن الشخصيه بتاعت هبه، بس كده. تمام. نيجي بقى ايه للمشكله الكبيره كانت بالنسبه لي، واللي كانت عامله لي معضله بقى في حياتي. اليوتيوب البتاع ده انا مش فاهمه ليترلي، انا مش فاهمه. ما تحكيش لو سمحتي. مش فاهمه. انا يعني انا بعمل حاجات كده وبصور بالحاجات فيديوهات بالطول وبتاع. طب انا هشغل احط فيديوهات، او في الاول خالص قبل ما ابتدي اصور واطلع بصورتي كنت بعمل فيديوهات، بعمل تحليل مثلا لشركتين، شركه نايكي واديداس ازاي يتنافسوا مع بعض، بيبسي وكولا، والحرب اللي كانت بينهم كانت عامله ازاي، الحرب اللي كانت بينهم ما بين البرايسنج للفورمولا اللي بيشتغلوها، كل واحد فيهم. انا نايكي واديداس يعني عملت بينهم اناليسيس وصلت لحد الاتش ار استراتيجيز اللي دول بيستخدموه ودول بيستخدموه. فيديوهات كانت يعني المفروض انها كونتنت عظيم، بس انا ما بحبش اطلع. كنت وقتها بصورتي، ما كنتش لسه اتعرفت على الشركه، ما كنتش بطلع. طب نعمل ايه؟ قلت هستخدم فويس اوفر، هقعد اجيب فيديوهات ستوك واصورها واعمل. وابتديت فعلا اعمل الفيديوهات دي، بس برضه ما كانش عندي ريتش. يوتيوب قصه مالهاش اي علاقه بكل الكلام ده. لو تدخلوا على الاناليتكس بتاع يوتيوب
والله تحس ان انت فاتح داتابيز اوراكل قدامك، حاجه كده مش طبيعيه. ففعلا كنت تايه لحد ما اتعرفت على الاستاذه سما برضه على لينكد ان. هي اصلا يوتيوب كونسلتنت، فدخلت على الصفحه بتاعتي دورت في كل حاجه، قالت لي بص انت ده عامله غلط وده عامله غلط وده عامله غلط وده عامله غلط. ايه اللي انت كاتبه هنا ده؟ ما ينفعش الحاجات دي تتكتب هنا، شيل لي ده وحط ده ونزل ده واعمل ده. حاضر. لما عملت الكلام اللي قالت لي عليه، انا عايز اقول لكم ابتدت الدنيا تتغير بشكل مختلف، اتحركت بسرعه. هو كده كده اليوتيوب بطيء، بس انا كنت بعمل شويه شورتس، فالشورتس بتاعه يوتيوب اولذو ان برضه الاودينس بتوعهم مش هم اللي بيتفرجوا على اللونج، دول ناس ودول ناس. وشورتس بنتكلم في تقريبا 59 ثانيه 60 ثانيه، وهتمد ل3 دقائق قريب. هي تقريبا بقت يعني وصلت 3 دقائق او دقيقه مش فاكر حاجه كده يعني. تمام. بس اعتقد هيوصل للترند فعلا. بينافسوا تيك توك. فهو فشورتس ميزتها انها بتجيب لك فولورز بسرعه، ناس تسبسكرايب على البيج بتاعتك بسرعه، اظن دول اودينس ودول اودينس. فابتديت اركز شويه على الشورتس، زودت العدد بتاعي، ابتدى يبقى الصفحه بتاعتها تمام. كنت وقتها بقى خلاص بقى ابتديت اعمل فيديوهات اطول واحطها على اللونجز بتاعتي. في الوقت ده بقى اتعرفت على واحد من اصدقائي، قال لي ما تيجي نصور نعمل فيديوهات يوتيوب. قلت له انا ما عنديش لوكيشن ان انا اعمل فيديوهات يوتيوب، هات لي كده الثانيه اللي هي اخر واحده بقى دي. قال لي يلا بينا نعمل بروجكت ده مع بعض. قلت له يلا بينا. صورنا في البيت. فصورنا في البيت عندي عندي كورنر في عندي مكتبه كده لطيفه وبتاع، صورنا فيها وبتاع يعني والدنيا ابتدت. عملت سلسله كده، قال لي ما تيجي نعمل. هو كان صاحبي كان شغال معايا في السعوديه، فكان شاف كل الاكسبيرينس العجيبه اللي قابلناها. فقام قال لي ما تيجي بقى الحاجات اللي انت كتيره اللي انت عملتها واللي انت شفتها دي ننقلها للناس، بما ان انت كده كده اوريدي قاعد بتحاول تنقل لهم اكسبرتيز، ننقل لهم خبرتك في التعامل لما بقيت مسكت المانجمنت بتاعت الشركه في الوقت ده. ففعلا عملنا السيريز دي مالهاش اي علاقه بكل الكونتنت التاني اللي انا عامله ده، كنا مسمينها حكاوي مدير. مدير. وهي دي اللي بعد كده لقيت في دار نشر جت قالت لي احنا عاجبنا جدا الكلام ده، ما تيجي نعمله كتاب. فاتعمل الكتاب ده بعد كده ومنزلينه كل شويه الحمد لله والشكر لله. دخل يعني في كل المعارض اللي بتعمل، لسه كان في معرض الشارقه قريب يعني، والحمد لله الدنيا ماشيه. وكتاب لطيف كتبنا فيه كل السكريبت ده، حولته الكلام ونزل فيه وخلاص على كده تمام. فلما لقيت الناس متلخبطه ومش عارفه تعمل ايه، واحنا كلنا وعندنا الهيريتج بتاعنا نحط فلوسك في البريد وخلاص على كده، في البقى خد البتاع. ولو رايح تجيب جنيه ذهب لمولود صغير، طبعا الجنيه ذهب دلوقتي بقى حاجه ثانيه خالص يعني. فقلت طب انا في شغلي كانوا بيدونا كورسات، وانا بشتغل في الشركه بتاعتي بيدونا كورسات عن الايكونومكس، مبادئ الاقتصاد، العملات بتتحرك ازاي والدنيا بتمشي ازاي، علشان نبقى فاهمين لما اجي اخد قرار، اجي اعمل فوركاست للشركه بتاعتي ال5 سنين قدام، ما لبسهاش في حيطه. ما انا لما انت تبقى قاعد بتشتغل في ريجونال مانجمنت بوزيشن ومسؤول عن منتجات شركتك في كل دول الخليج، ما انت بتاخد قرارات ممكن تلبس الشركه دي في حيطه وممكن ترفعها. فانت لازم تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، الاقتصادات ماشيه ازاي، الدنيا عامله ازاي. وانا كان عندي شغف من زمان كده اني افهم يعني ايه عمله، يعني ليه الدولار ده المعلم بتاع الدنيا، يعني عمل ايه ده علشان يبقى المعلم بتاع الدنيا، وليه لما ده يجي يبيع وده يشتري لازم ده يبقى عنده دولار، ولو ما عندكش دولار وضعك يبقى سيء. هو ايه الحكايه دي؟ فانا كنت ذاكرت شويه العملات وفهمت يعني ايه عمله، ووصلنا للمرحله دي ازاي، وليه الذهب كان زمان مربوط بالعمله ودلوقتي مش مربوط بيها. لما فهمت الحاجات دي كلها ولقيت الناس متلخبطه، قلت طب ما انا ابتدي اشرح لهم بقى الحاجات دي. فابتديت اعمل الكونتنت بتاعي، المحتوى بتاعي كان في الاتجاه ده. بس يعني اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا واستفدتوا وتكرروها، واشكرك جدا جدا على المعلومات القيمه. وانت معانا موجود على لينكد ان وموجود على الجروب بتاعنا اصلا، فده يعني متاح ان تقدر تسال مستر خالد في اي حاجه في اي وقت. بجد شكرا ليكم ولوقتكم. هناخد بس صوره جماعيه هنا وتقدروا تنطلقوا.